وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا أعمارنا. هذا أيام فضيلة طبعا، وإحنا قبل كل حاجة مسلمين والإسلام يجمعنا. إحنا نسوي شيء لوجه الله، ما في يعني ما نتسابق بأنه يكون تنافس شخصي، إحنا نسوي شيء لوجه الله. اليوم كانت المباراة مناسبة أنه يوم قبل يوم عاشوراء، ترى الناس فيها خير. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى. هذا شيء يعني أول فخير أجر ابتغاء وجه الله. طالما في الخير نتمنى التنافس يكون أقوى من التنافس داخل الملعب. الفكرة من أول دائما بيسوي تجمعات، ووافق إنه يوم عاشوراء وده، والحمد لله. مجتمعنا مجتمع ترابط ومجتمع إسلامي، فبما إنه اليوم وافق يوم صيام جات فكرة من الجميع إنه ليه ما نسوي إفطار للجميع بما إنهم حيحضروا في المباراة. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين، لا تسل الأيام. الجمهور قاعد يحيي السنة، وطبعا هم ما يعرفون، يمكن ما هم عارفين فين وصل هذا الأثر، إن الناس كلها الآن تشجعت بمجرد معرفة إن جمهور الأهلي بيسوي تفطير صائمين، رغم احنا نعرف إن عاشوراء متى؟ عاشوراء بكرة ترى، لكن يوم 9 إنك تصوم مع يوم 10 هذا إحياء للسنة. جبنا معنا فطور لكن كان على القد، جينا لقينا ما شاء الله مو 5 نجوم 10 نجوم يا راجل. طرحت الفكرة على الشباب إنه يكون إفطار جماعي للجروب، فهم خلوه يعني إفطار موسع للجماهير النادي الأهلي كلها. شكرا، جزاكم الله خير. هذا يعتبر عمل خيري فيه الأجر بعيد عن الرياضة. مو شرط إنه عند الملعب، سووا عند البحر، سووا عند بيتنا، يعني العيال مو مقصرين الحمد لله. هي من زمان يعني، بس إنه ما كانت تظهر إعلاميا. كل الجماهير السعودية تتمنى زي هذا الفطور. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف. تفعيل الدور الاجتماعي واجب صراحة وضروري، لأن هذه الفترة تعرف أن الناس انفصلت عن بعض. اليوم اللي سوى مو النادي ترى، اللي سوى الجمهور، يعطيهم العافية. ولما الأندية تشوف الجماهير هي كمان مهتمة بهذه البرامج، راح توفر لهم مثل هذه الأنشطة، وراح تهتم بالبرامج الاجتماعية. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت